ازاي تخليه من انه يكون بيجري وراكي وملفه كعب داير ما يدور كده لانه يخليكي عامله زي الفرخه الدايخه، لا فاهماه ولا رسالك على بر. ولو ما تعرفنيش بقى فانا منى سمير اللي هتستجدع معاكي في رمضان وهتديكي 30,000 علشان تسمي بيهم الخط الاحمر اللي ما ينفعش تعديه ولا الناس تتعداه وهي بتتعامل معاكي في 30 يوم شهر رمضان. وده القلم الثامن. كل ما هتبتدي تفكري فيه اكتر من نفسك، سواء تفكري في مصلحته في نفسيته في مستقبله في مشاكله، فانت كده مش هتخليه يحبك زياده ولا يفكر فيكي زياده ولا يهتم بيكي زياده، بالعكس انت كده بتحولي الميكانيزم اللي شغاله في دماغه على ان هو اللي يكون السيلف سنتر، ده هو اللي يكون محور الكون ليكي وليه، فيسحب منك الطاقه والوقت والمجهود اللي بتقدمه له. ومع الوقت هتلاقي اهم حاجتين اتغيروا. اولا هتحسي انك محتاجه حب ودعم واهتمام زي اللي كنت بتقدمه له، بس مش هتلاقي، لان خلاص ميكانيزم عقله مش هيقبل حاجه غير ان هو اللي يكون محور اهتمامك. ثانيا انه هيجيلك بس في الوقت اللي هو محتاج فيه، ولو انتي مش في المود دلوقتي فما عطلكيش بقى هنيمه واجيلك. وهنا هتحولي من انك تكوني الطرف اللي بيتحاول عشانه للطرف اللي بيحاولوا بزياده، ومع الوقت الزياده دي برضه مش هتكفي. فاوعي تعملي فولو لو عايز تعرفي